المعاني اللي ولاو كيدوروا على الزواج. وشوفوا دابا من بعد داك النقاش اللي وقع بين ايمن وكارولينا، قال الاولى كتقول لك شري لي شري لي، وهذا راه باين شنو باغا، فهمتي. بزاف ديال الناس ولاو تيقولوا داكشي ديال المغاربه راه ولا معروف. راه باش نقول لكم اصاحبي، راه اي دار راه فيها المشاكل والصداع، راه ماشي هما. ركزوا معايا مزيان، حيت القصه اللي غنهضروا فيها ماشي غير هضره خاويه، غادي نتعرفوا عليها وغنشوفوا شنو هو الزواج وشنو هما دوك المعاني اللي كانت تلوح ليه هو تيلوح ليها. ما باغا كذلك الولد الا قال لك صوري ليا ديري ليا ديري ليا، راه باينه شنو باغي، فهمت. هذه واحد العلاقه اللي بدات ما بين ايمن وكارولينا، حب عادي شافها وعجباتو وتا هي كذلك. ولكن هاد الايام الاخرى جابت معاه بزاف ديال الصداع. شنو هو هاد الصداع؟ كشفات لينا وجه اخر اللي كان مخبي بيناتهم. اليوم غادي نهضر لكم على ايمن كوارطي ومراته، على داك الحوار السخون وحاشيه الهضره اللي خرجات بيناتهم واللي خلق الصداع والتبرزيط في السوشيال ميديا. ولكن باش نتفاهم بيني وبينكم، المراه ما خاصهاش اصلا كاع تبان في السوشيال ميديا. وجهه النظريه ديالي خاص المراه تبقى في الدار ديالها، ما تبانش اصلا كاع في هاد السوشيال ميديا ولا في تيك توك ولا في انستغرام، حيت هادشي الدري ديال السوشيال ميديا هو اللي كيكسب الصداع. والعين علينا حق، فهمتي، يعني غتكون ضربتهم العين وبزاف ديال الحوايج. المهم بلا ما نطولوا، بغيتي تكشف معنا هاد القصه هادي وتشوف هاد الصداع، نزل دير لنا واحد سبسكرايب ابوني وندوزو دوز. في الاول كلشي كان زوين، ايمن تيبان تيدعم مرتو مره. يو نهار جديد كادو جديد. بما انه مرتي الغزاله قربت تضرب 100,000 ابوني في لاشين ديالها، ولي فيديو ديالها فريمون واعرين وانا كنسيبورتيها، اول واحد داعم ليها، كيبان ليا الكاليتي اللي كتصور بها ماشي شي حاجه اناف. ومراته حتى هي كذلك كتبان وكتساندو في الخدمه ديالها. كانوا كيديروا فيديوهات ديال الضحك والنشاط واحد النهار عاوتاني تخيلتي وفيديوهات رومانسيه، وكان تيبان الناس لا علاقتهم راه هادي او ما فيها لا صداع لا والو، وبنيه على التفاهم. ايوا في واحد النهار اسيدي خرجت واحد الهضره بيناتهم قدام كاميرا. شوفوا واش كاين شي واحد فينا ما عمرو عرف شي حد، ما يمكنش. هو كان كيعرف بنادم، راك كنعرف بنادم عادي، يعني كنتي كتعرف كتهضر عادي، راه كلشي كيهضر. والهضره اصلا ما كانوش خاصهم يقولوها، وعلى الاقل ما خاصهاش توصل للناس او لاش مثلا تنشر في السوشيال ميديا. وهي سيدي قالت ليه انت ديما كتخمم في راسك وما كتسولش فيا، وهو جاوب بكل بروده. اش قال ليها حيت انت ما كتبغيش تفهميني او لا كتفهمي داكشي اللي بغيت نوصل ليه، او لا حتى شنو كندير. يعني هي ما فاهماش في دوك الحوايج اللي كيدير هو، وحتى هي كتقول ليه انت ما مهتمش بيا. وتما بدات شي هضره وشي لقطات بانوا بحال الا النقاش قديم وديز عليهم مده، بحال كل واحد فيهم هاز على الاخر شويه ديال العذاب. وات باد داكشي بعيد عليك، الحمد لله شي حاجه ما عارفاش. كيفاش الحمد لله شي حاجه ما عارفاش، زعما شنو انا عارف كتعرف كلشي. من الاخر كل واحد قلب منفوخ من جهه الاخر. والهضره اللي وقعت مورا هذا الشيء من بعض شي ناس هزوا دوك اللقطات وبداو كيحلوا فيهم، وشي وحدين قالوا باللي هذا النقاش راه ماشي اول مره كيوقع. كيقولوا باللي ايمن كيقلب يخدم وما بقى عنده وقت للدار لا حتى حاجه، وهي كتقول ماشي مشكل الخدمه، المشكل الكبير قالت لك سيدي هو قلة الاهتمام. هو تيقول انا تنخدم باش نوفر، وهي تجاوبه واش غنبقى عايشه غير مع الفلوس وبلا ما نحس براسي مهمه. المهم واحد اللحظه اللي ما كانوش باغيين توصل، في واحد اللحظه كان صوتها طالع وكتنفخ وكتقول ليه انت دابا تبدلتي وما بقيتيش الراجل هو اللي عرفته قبل. وهو جاوب بواحد الكلمه اللي قاتلت النقاش كامل، حتى انت ما بقيتيش كتفهمي الظروف ديالي. والدراري راه الا المراه ما تفهمش لك الظروف ديالك وتقدرك اخوي منها شي غسل يديك بحال وسير تصلي. وهنا بان واحد الصمت اللي غطى بزاف ديال المعاني. حنا اللي بغينا نفهمو واش بصح كاين شي مشكل كبير بيناتهم ولا غير سوء تفاهم كيكبر قدام الكاميرا. اللي بين هو ان الضغط ديال الشهرة، الخدمه والتصوير وزيد والاكثر ديال الكومنتيرات اللي كتبدل بزاف ديال العلاقات. راه الناس اللي كنشوفوا في السوشيال ميديا راه ماشي عايشين حياتهم مثلا بكل راحه ولا واخد الحريه ديالهم، راه كلشي عنده صداع وكلشي عنده ظروف، كلشي ببرصه. دابا حنا واحد المجتمع اللي كنشوفوا واحد لابس مزيان وكذا راه تنقولوا راه عايش حياته وكذا، ولكن لا، العيش حياته هو تلقاه مرتاح وما عنده لا صداع لا والو، هذاك هو اللي تسميه عايش ومرتاح في صحته. وايمن ومرته اليوم طاو واحد درس كبير، وماشي شي درس بسيط، طاو واحد الدرس اللي كيهمنا. خلاف ماشي هي النهايه، ولكن الهضره، الاحترام والصراحه هما اللي كيحميو اي علاقه. الا بغيتي تداوم في شي علاقه كون صريح وما كتكذبش وغتنجح، خاص غتكون حتى هي معك بنت الناس. المهم الاكثريتهم اللي كتفرجوا راه ما كاينش اللي دار شي علاقه وجرب باش نكونوا فاهمين. خير فيكم غيكون دوز جات 3 ولا ما تناقشوا معايا في هادشي، انا عارف اللي كاين. المهم جماعه الضحكه، واش نكمل في الموضوع اللي كنا فيه.
ونزيدكم عاد كيصعب لكم الزواج هو الوارد واش نبغي والرومانسيه وكذا. لا، الزواج هو تكونوا فاهمين. السلام عليكم. الزواج بحال كسكسو، الا ما صبرتيش عليه غيتحرق ليك، وراه بحال كوكتا هو الزواج. الناس اصلا كيتشيقلوا في ديك الجمله الشهيره الزواج مزيان في التصاور اما في الدار راك عارف بلا ما نهضر. وهذا الشيء كامل بداو هما كيربطوا بالعلاقه ديالهم، خصوصا ملي شافوا داك العصبيه اللي كتشغل بيناتهم في شي لقطات ولقطات اللي صغيره. واحد قال راه كاين الحب، ولكن كاينين حتى الهضره اللي كتجرح. هادشي راه جاري به العمل، وداك الشيء اللي ما دارش مزيان تيولي سم. ما يمشيوش عقلكم بعيد. الطفله الاخرى كتكتب الشهره كتولي بحال واحد الضيف اللي ديما جالس في داركم وما كتقدروش تهضروا بحريتكم. وهو يرد عليها المراه الا ما فهمتش تقدر راجلها تيولي بحال شي باطو طافي وسط البحر. حويلي مهم ضحك. مهم شي وحده قالت الراجل الا ما حسوش بالمراه شنو باغا كيولي كلشي بارد. وواحد اخر قال هذه هي الحياه الزوجيه، مره ضحك مره خاصمه مره رومانسيه ونهار دموع ونهار كتسول راسك شكون ورطني نهار الاول. كاينين اللي شدوهم من الاخر وقالوا لهم الزواج راه ماشي تحدي مع الناس، راه تحدي مع راسك. راه الزواج ماشي لعب، راه تربيه المشاعر. وانا متفق معهم في هذه الناحيه. المهم كاينين شي وحدين اللي زادوا واحد شويه الفويخرات. الرجوله ماشي فلوس والانوثه ماشي ماكياج، غير الفهم هو اللي كيطول في العلاقه والنيش راه فري. المهم باش نختموها ولا الخلاصه ديال هذا الفيديو، قضيه راه ماشي شكون غلط وشكون اللي عنده الحق. قضيه هي ان الزواج بلا صراحه بحال الدار بلا ساس، والدار بلا ساس اول مطريه كطيحها اولا مادريه. المهم الناس اللي عارفين المادريه كتبوا لي في التعليقات. ايمن ومراتو عطاو واحد الميساج بلا ما يقصدوا، راه الحب وحده ما كيكفيش، خاص احترام ووقت مفاهمه والتقدير ديال ديك العلاقه. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم ونزلوا في التعليقات الراي ديالكم اشنو نديروا في الفيديو الجاي. راه مازال جاي شي فيديوهات الهاربه، غير اشترك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. بيس.